السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا حضراتكم كلنا منتظرين الحلقة 179. وطبعا زي ما احنا شفنا في الأحداث اللي فاتت اللي حصل مع السيد عثمان لما دخل القبيلة ولقى تعاطف الناس والشعب معاه، واتفاجئ بأن الأطفال والنساء والمحاربين وكبار السن تحت إيدين المغول. واتفاجئ أكتر لما دخل الخيمة بتاعة السيادة، واتفاجئ لقى أيبالي قاعد على الكرسي، ولقى جنب منه لغان اللي هو قائد المغول، ولقى بجانب منه من الناحية التانية السيدة بيجوم. كانت مفاجأة كبيرة جدا لعثمان. لما عثمان سأل أيبالي وقال له أنت بتعمل إيه هنا؟ قال له أنا هبقى سيد قبيلة القاي، وأنت لازم تبايعني يا عثمان، وأنا أبقى ابن عمك سنغورتكين، أنا أيبالي حفيد سنغورتكين. وطبعا عثمان اتفاجئ وقال له اخرس، مش ممكن يكون دم سنغورتكين يوصل للخيانة العظمى اللي انت عليها يا ايبالي. وطبعا كلنا في انتظار الحلقة 179 ومتوقعين ايه اللي هيحصل. انا هقول لحضراتكم ايه اللي هيحصل بعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتفرج مع بعضينا الاول على تركيبة الملخص، وبعد كده هنرجع ليكم تاني وهنتكلم في الموضوع مع بعضينا. يلا بينا. طبعا حضراتكم هنبدأ الموضوع مع بعضنا واحدة واحدة كده. اللي احنا شفناه في الحلقة 178 ان عثمان لما اخدوه على الخيمة بتاعته اتفاجئ لقى ايبالي قاعد على الكرسي وبيقول انا السيد هنا، وانا سيد قبيلة القاي، وابقى حفيد سنغورت كين. طبعا عثمان قال له مش ممكن ان انت يا ايبالي تكون حفيد سنغورتكين. طب حد عارف سنغورتكين كان متجوز ولا لأ، ولا عنده أولاد؟ زمان في عهد أرطغرل كان جندوز أخو عثمان الأكبر سأل الجدة هيمة وقال لها أحفادك مين يا جدتي؟ قالت له بإن جندوجدو عنده ولدين، وإن عمك سنغور تكين رزق بطفل واحد، رزق بعيل واحد، هو اللي ابن سنغور تكين. معنى كده ان سنغور تكين فعلا في عهد ارطغرل تزوج وخلف، لكن احنا ما شفناش في الموسم بتاع السيد أرطغرل بأن سنغور تكين تزوج ولا شفنا له زوجة ولا أولاد، ولكن الأم هيمة وضحت كل الكلام دوت. هنا بقى ظهر حفيد سنغور تكين الحقيقي، وكان للأسف كان في مكان بعيد جدا، وكان الخادم بتاعه كان أيبالي، وكان حفيد سنغورتكين عنده بنت صغيرة اسمها عائشة لسه مولودة بعد ما فقدت والدتها، وكان معاه الخنجر بتاع جده سنغورتكين ومكتوب عليه اسمه وعليه علامة القاي، ولكن غدر بيه أيبالي وقتله واخد منه الخنجر والطفلة. كان محق عثمان لما بص الأيبالي وقال له انت مش ابن عمي سنغورتكين ولا ممكن تكون من دمنا ابدا. اللي حصل مع حفيد سنغورتكين كان مؤلم جدا. كان سيد مثل الاسياد، وكان ايبالي مجرد خادم عنده، لكن ايبالي كان مغولي من اصل مغولي، وطلب من حفيد سنغورتكين أن ياخد القيادة من عثمان وياخد السيادة من عثمان. رفض حفيد سنغورتكين، غدر بيه أيبالي وقتله في نفس الوقت، واخد منه الطفلة واخد منه الخنجر، وقال انا من النهاردة حفيد سنغورتكين وانا ابو عائشة. وكان ايبالي بيفتكر الحاجة ديت وهو واقف
بيكلم في بنته. كان طبعا حفيد سنغورتكين كان شكله وسيم جدا زي ما حضراتكم شفتم، وكان معاه الطفلة لسه رضيعة، ولكن أيبالي خلص عليه وافتكر أيبالي الكلام دوت لما بنته قالت له أنا والدي مش ممكن يكون خاين أبدا، ومش ممكن يخون دمه ولا يخون عم عثمان. طبعا عثمان لما خرج من القبيلة وهرب هو وحليمة، واتعرضت حليمة للإصابة بعد ما كانت عايزة تصيب عثمان، ودخل عثمان عالجها من الجرح اللي هي فيه والجرح اللي كان معاه. وطبعا هنا عثمان بص لقى حليمة بترسم خيال على الحيط، فافتكر عثمان الخيال اللي كان الحدوتة اللي كان دايما يحكيها لحليمة بنته وهي صغيرة كل ليلة. القصة إن عثمان كان دايما يحكي لحليمة كل ليلة قصة جديدة عن الغزالة والأسد، والقصة ديت مازالت في ذهن مريم أو مازالت في ذهن بيونا لحد الآن وتتذكرها باستمرار. ولما دخلت في يوم من الأيام بلا بتسأله، بتقول لها أنت حبيبة أبوكي. هنا حليمة حست بإحساس جميل جدا بين عثمان، وما يعني ما توقعتش ازاي اللي بيحصل بينها وبين بلا وبين عثمان دوت، ويرجع يخش جواها شعور تاني يقول لها اقتليهم، انت جاية هنا عشان تقتليهم. لكن بعد ما سمعت الحدودة نامت مريم في مكانها، ولكن عثمان قاعد يبص لها ويفتكر بنته الصغيرة. وفجأة وهم قاعدين في المغارة جه ألغان اللي هو يبقى أخو جركوتاي أو أرطوغة أخو جركوتاي، وهجم على المغارة. طلب عثمان من حليمة إن هي تمشي، وقال لها روحي اخرجي من المكان التاني وساعدي بلا، لكن حليمة ما سمعتش الكلام، قعدت تفكر في اللي دار ما بينها ودار ما بين عثمان، مع ان كان في ايدها ان هي تقدر تخلص عليه وهو داخل المغارة. لكن في حاجة في قلبها بتقول لها دايما ما تأذيش عثمان، ودايما كوني بجانبهم. والحاجات اللي حصلت زي اللعبة اللي كانوا بيلعبوها واللي دار في المغارة شيء غريب جدا مع مريم او بيونة او حليمة اللي هي لسه معرفتش ان هي بنت عثمان. بعد ما تخلصوا من بلاء التوغة وخرجوا بالأحصنة، كان طبعا زي ما انتم عارفين ان حليمة او مريم جابت الحصان بتاع عثمان، والحصان اساسا ما بيخليش اي حد يمسه الا عثمان، ولكن حن الحليمة وخلى حليمة ركبت عليه لغاية ما وصلته لعثمان. خرجوا زي ما انتم عارفين، وهنا التوغة قابل جركوتاي واتقابلوا مع بعضيهم. وكانت المفاجأة إن جوركوتاي اتحارب هو وأخوه، وكان جوركوتاي قوي جدا وهرب منه أخوه أرطوغة، ولكن مازالوا الأسرى بين إيدين ألغان والتوغة اللي هو الغازي وبقية القبيلة. وهنا طبعا خرجوا بعيد عثمان وبلا وحليمة وبران، وخرجوا راحوا لمكان بعيد خالص عشان خاطر يقدروا ان هم يستخبوا او يجهزوا جيش. ولكن أرهان اثناء ما كان رايح يقابل ابوه هو وعثمان اتفاجئ ب بجوم، واتفاجئ بأيبالي وعرف ان هم خاينين. وطبعا المفاجأة هنا اللي كلنا مستنيين الحلقة 179، وانا اقول لكم ايه اللي هيحصل. طبعا صوفيا كانت مبسوطة جدا ان حليمة موجودة في وسطيهم عشان تنقل لهم الاخبار وعشان تقدر تخلص على عثمان وتخلص على بلا وتجيب لهم. لكن لوكاس كان بيكره حليمة جدا، بيكرهها كره شديد. ولما طلعوا فوق على الارتفاع العالي، طلب لوكاس من الجنود بتاعته ان هو يتخلص من عثمان ويتخلص من علاء الدين ويتخلص من كل الموجودين ويتخلص كمان من مريم الفتاة التانية. كان بيبص لمريم ومريم بتبص له، ولكن اللي حصل هنا ان جندي من الجنود بتوع لوكاس فعلا ضرب مريم ضربة جديدة وقعها من فوق الصخرة، ولكن مريم موعودة بان حد ينقذها كل مرة ايا كان عثمان او امسكت بيتها بلا، وهيخرجوا من مشكلة ديت. وهيروح عثمان باتجاه
القبيلة بتاعته وينقذها، ولكن هيهرب أيبالي وهيهرب ألغان ولوكاس ويروحوا إلى القلعة البعيدة. وهنا بيجوم هتعرف قصة أيبالي كلها، وهتندم على كل اللي حصل، وهتندم على قتل يوسف لسراج. وهنا هيروح عثمان هيهاجم لوكاس وهيتخلص منه فعلا في قلب القلعة، وهيقدر يسيطر عثمان على القلعة، ولكن مازال السر بتاع حليمة موجود. حضراتكم بعد ما اتفرجنا على الملخص بالكامل، شفنا حضراتكم ايه اللي حصل. شفنا هنا شكل سنغور تكين وشكل ابنه او حفيده اللي هو ظهر، وكانت مفاجأة كبيرة جدا لينا كلنا. وطبعا بعد ما احنا شفنا ايه اللي دار مع حليمة ودار مع عثمان في داخل المغارة، وازاي عثمان كان بيقعد كل ليلة مع حليمة ويحكي لها قصة، وما بتنامش حليمة إلا لما باباها يحكي لها حدوتة كل ليلة. هنا البنت حبيبة أبوها، هل حليمة إحساسها بيبقى قريب قوي لأبوها عثمان، ولا إحساسها بيبقى قريب لبلا أكتر؟ وطبعا مش هنقدر إن احنا نحرق الموضوع، لأن الحلقة 179 مشوقة جدا، وفي انتظارنا جميعا نشوف إيه اللي هيحصل. وطبعا زي ما انتوا شفتم عثمان حارب لوكاست، وطبعا أيبالي وألغان وبيجوم راحوا واستخبوا في القلعة بعد ما كانوا في حرب مع عثمان على الجبل العالي. وطبعا زي ما احنا شفنا في نهاية الحلقة اللي فاتت بأن حليمة كانت خلاص قعد لها حاجة بسيطة وهتقع من ارتفاع عالي جدا، ولكن كل مرة حليمة تقع في مشكلة تلاقي حد بينقذها، يا إما أختها يا إما أمها يا إما أبيها. طبعا حليمة مش هيحصل لها أي شيء وهينقذوها، وهتدور الأحداث ما بين عثمان ولوكاس وما بين صوفيا في الحلقة الجاية. أهم حاجة حضراتكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. كان مع حضراتكم أخوكم هاني الشريف، وهنختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.